يا مساء الفل. جربتي تعملي وليمة وتعزمي العيلة كلها وعيلة العيلة بشوية دقيق ومية؟ أنا النهاردة هعزم العيلة كلها وهفرح الولاد كمان، وكل ده بشوية مية وشوية دقيق. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فضلك بقى حطي لايك للفيديو، ولو ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك في القناة، وأهم حاجة فعلي زر الجرس على الكل، وتعالي معايا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده باذن الله الكسكسي بطريقه سهله جدا. بصوا حلوين، انا جبت هنا زي ما انتم شايفين كده، دي اكبر صينيه عندي ودي الصينيه بتاعه الفرن. حطيت فيها 2 كيلو من الدقيق، ودقيق عندي يعني لازم انخله، لازم يتنخل. الحاجه بقى اللي هتسهل معاكي الموضوع جدا وتخليكي مش حاسه باي مجهود فيه خالص، البخاخه اللي عندي دي بخاخه عاديه خالص، اي بخاخه موجوده عندك بتستخدميها طبعا للمطبخ بس، تكون لاستخدام المطبخ فقط لا غير، يعني ما يكونش فيها اي حاجه تانية. تمام كده. حطيت فيها مليتها ميه، وحطيت فيها شويه ملح صغيرين مش ياما. قلبتهم كويس وبدات انزل بيهم برشرش كده على الدقيق. هفضل اعمل زي ما انتم شايفين كده لغايه ما ابص الاقي النتيجه في الاخر معايا ان ايدي بدات تنضف، وما بقاش فيها اي اثار للدقيق اطلاقا. هتشوفوا معايا دلوقتي. مجرد بس ان انا بشغل صوابعي كده وبفرك الدقيق، مش اكتر من كده. ما تعجنيش طبعا، انا مش بعجن، ده كسكسي. انا بفرفر الدقيق بس وخلاص على كده، علشان يتشرب معايا شويه كده من الميه. تقريبا اللي انا حطيتهم دول حوالي كوبايتين او كوبايتين ونص من الميه، ممكن يكونوا 3 كوبايات على حسب الدقيق ما ياخد معاكي. تمام كده. زي ما قلت لك، بمجرد ما ايدك بتنضف كده من الدقيق، ما بيبقاش فيها اي اثار للدقيق، خلاص يبقى كده كميه الميه تمام وزي الفل. بعد كده الخطوة اللي بعدها هجيب الكبة بتاعتي وهبدأ احط معايا الكسكسي شوية بشوية وافرمهم. طبعا بضربهم كده في الكبة علشان لو في حصل معايا اي تكتلات ولا اي حاجة الكبة بتفكها. تمام. وظيفة الكبة ايه؟ الكبة دي بدل المنخل والغربال والحاجات بتاعت زمان اللي كنا اهالينا كلهم بيستخدموها، النهاردة ما بقاش في الكلام ده. ارمي المنخل والغربال وتعالي نعمل بأبسط الطرق. زي ما انتم شايفين كده، جبت معايا مصفى عادية خالص، مصفى ألمونيوم، وحطيت فيها قطعة من الشاش، او يعني قطعة قماش كده، تكون بس خفيفة شفافة، يعني خفيفة وتكون نظيفة طبعا برضو لاستخدام المطبخ فقط لا غير. وبدأت احط فيها كسكسي، وجبت حلة مية مليانة، تكون الحلة دي على قد القاعدة بتاعة المصفى اللي انا هحطها. حطيت الكسكسي ياخد معايا اول فورة. تمام كده. اول فورة يعني يعني هيقعد معايا حوالي ساعة كده على النار. طيب بعد كده، في اثناء يا جماعه الساعه دي انا بقلبه كده علشان بس يبقى يعني البخار يبقى يتخلخل كده جواه ويوصل لكل حاجه، يعني اديله تقلبتين كده وهو على النار في اثناء الساعه دي. بعد كده جبته وبدات زي ما انتم شايفين، بصوا انا هنا بفرفره، فضيته في نفس الصينيه اهوت، وبرشرش بالميه للمره التانيه. تمام، دي تاني مرة. طبعا هو هنا سخن، ما جبت يعني ما استنيتش عليه ان هو يبرد، ده هنا لسه سخن، بس مجرد ان انا يهدى بس عشان اعرف اقلب بايدي. ومهم قوي تقلبي بايدك مش بحاجة تانية عشان ما يعجنش منك. لو انتي واخدة بالك مني، انا شغالة بصوابعي، انا مش شغالة بكف ايدي، انا شغالة بالصوابع بس. شايفين ليه؟ لان انا بحاول ان انا افرفره بس. خدي بالك برضو معايا، انا هنا الرشة بقى بتاعت المية اللي انتوا شايفينها دي، بدأ الدقيق بتاعي او الكسكسي بتاعي ينفش معايا، وبدأ حجمه يتزايد ويكتر. شايفين؟ بصوا طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ما بقاش زي الاول، ما بقاش زي ما كان دقيق، صح كده؟ هاخد كده برضو نفس الحكاية، المصفى بتاعتي وقطعة الشاشة التانية، وهنا بقى مش هحط كتير، هاخد كميات صغيرة. تمام. وهبدأ اعمله فرة تانية. اخدين بالكم انا عملت ايه؟ انا خبطت عليه خبطتين، لو سمعتي صوته بيعمل طبلة كده يبقى ده خلاص استوى. ودي طريقة مامتي في انها تعرف ان هو استوى. هنا كنت نزلته بقى من على النار وسبته، كنت بعمل حاجات تانية، فسبته لما برد معايا شوية. عشان كده بدأت اسيح قطعة زبدة وانزل بقى بيها عليه. وهنا برضو لازم بايدي، لازم بقى هنا ابدأ اقلب كله علشان الكسكسي يتشرب الزبدة بتاعتي كلها. طبعا انا هنا كنت مستخدمة زبدة نيوزيلندي، تقدري تستخدمي سمنة بلدي، عادي خالص، اي نوع حاجه. بس يعني لو كسكسي فيفضل يا نيوزيلندي يا بلدي، بيدي طعم احلى وبتحسي كده بطعم الكسكسي يعني. تمام.
واي حاجه عندك استخدميها والله كله بيقضي الغرض. زي ما انتم شايفين كل الشغل في الكسكسي بصوابعنا يا جماعه، مش بكف ايدينا علشان ما يعجنش مننا. لو انتوا واخدين بالكم بصوا هنا هتلاقوا كده علب وحاجات ما تشغلوش بالكم بيها خالص. ده هنا انا كنت بعمل كسكسي وكنت بعمل رز بلبن. تمام. لان كانوا طالبين مني في يعني عندنا وكده كسكسي وكمان رز بلبن. كنت عاملاهم حاجه كده يعني لوجه الله. فكنت عامله منهم كميه وقلت اعمل بالمره شويه من الكسكسي، لان عندي في البيت اخواتي ومامتي وكده كانوا طلبوه، فقلت اعمله بالمره. زي ما احنا شايفين هنا طبعا انا حطيت حبه كده في الطبق علشان تشوفوهم. حطيت عليه بقى سكر بودر، وحطيت عليه زي ما انتم شايفين كده طبعا ايه فستق الكذاب. ان شاء الله هنعمله في باذن الله في فيديو في اقرب وقت باذن الله، وهوريكم طريقته. اما الباقي فانا فضيته كده في اكياس. طبعا انت لو عامله كميه هتفضي برده في اكياس تلاجة كده عادي خالص، وهتبداي تشيليه في الفريزر. تمام، هتخزنيه في الفريزر زي ما انا هعمل كده بالظبط. اما انا هنا كنت قسمته اكياس، لان طبعا ده كان رايح لاصحاب نصيبه بالف هنا وشفا على كل اللي ياكل يا رب. دي كده كانت طريقه الكسكسي بتاعنا سهله قوي، ما خدش مننا وقت خالص، وعمل معانا كميه كبيره، ويعني وليمه بجد بمنتهى الامانه، وما كلفتناش ياما ولا اي حاجه ولا اخد مننا مجهود. لو لسه مكمله معايا الفيديو لغايه هنا ما تنسيش من فضلك تحطي لي لايك، كومنت حلو منك بيفرحني كتير جدا بجد، ربنا يجازي كل واحد خير. كل حد ساب لي كومنت حلو، كل واحد عمل لي لايك وساعد على رفع الفيديو بتاعي، بجد بجد ربنا يجازيكم كل الخير. اتمنى يا رب اكون فدتكم واكون يعني قدمت لكم ولو حاجه بسيطه.